بمناسبة يوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3/12/2022 والذي تبدأ فعاليتها في 25 من شهر الجاري الشهر 11 نهنئ جميع فئات ذوي الإعاقة في شمال وشرق سوريا الخاصة والعالم عامة، ونتمنى لهم مزيد من التقدم والتفوق في حياتهم وازدهار والنجاح في عملهم. يسعى يوم العالمي لذوي الإعاقة كغيرها الكثير من مناسبات والاتفاقيات العالمية إلى تسليط الضوء على أقليات مهمشين أو فئات المحرومة اجتماعيا ومعزولة عن الناس، لمحاولة بناء جسور التواصل يتمكن من خلالها الإنسان أن يساهم في مزيد من التفاهم وإيجاد الحلول لمشاكل، وبالتالي ضمان مستقبل أفضل لهم. إن أحد هذه الفئات هي فئة ذوي الإعاقة واحتياجات الخاصة الذي يحتاجون منا إلى مزيد من الاهتمام والحرص على فهم تحدياتهم اليومية. إننا في هذه المناسبة ندعو شعبنا ليوقف على إمكانية الدمج هذه الفئة مع مجتمع وتحسين مشاركتهم في جميع المجالات الحياة، سواء مدنية أو سياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والثقافية، متخذة مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لهذه المشاركة. ولا نتناسى في هذه اليوم أن نبدأ استنكارا لتلك الهجمات العدوانية اليومية على فئات المجتمع العامة وذوي الإعاقة خاصة، ولا نخفي على أحد القصف الاحتلال التركي على منطقتنا وما يتسبب بإدخال الخوف والرعب في نفوسهم والمزيد من الإعاقات لمدنيين وأطفال وغيرها. مثال على ذلك طفل عبده الذي بترت قدمه أثناء قصف احتلال تركي على منزلها. وإننا كمكتب لذوي الاحتياجات الخاصة وكفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في أقليم الفرات ندعو مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمجلس الأمن والدول الضامنة كروسيا والولايات المتحدة والأمريكية للوقوف في وجه مخططات احتلال التركي الاستعماري والهادفة إلى إبادة شعوب شمال وشرق سوريا، لتنعم الفئات المجتمع العامة وذوي الاحتياجات الخاصة بالمزيد من الأمن والسلام.